يا مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي راح تشوفون الفيديو بيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ يا رب الكل يكون بخير وسعادة. هو دي يشوف فيديو اليوم. طبعا اليوم الفيديو هو تكملة البارت الأول اللي نزلته قبل كم يوم. طبعا هنا حبايبي بقى عندي السمك والتمن اكيد ما ينطبخ من وقت، لان تعرفون يبرد ويصير يعني ما نحب احنا صراحة ينطبخ من وقت، اكيد الكل هيجي. وبقت عندي الحشوة. طبعا حبايبي بلشت بالسمك اول شي، حتى قلت احطه بالفرن وخليه يستوي ويا نفسه. اعذروني طبعا على هذا الصوت، بنتي ما تقبل تعوفني ولازم التلفون ما تقبل لا تنصي ولا شي. زين حبايبي، المهم حبايبي طبعا مثل ما شفتوا غسلت السمك غسلة زينة، ووخرت هاي الخياشيم اللي تصير يعني بالراس. لازم هاي تتوخر، أنا أبد يعني صراحة ما أحب أحس تعطي زفرة، ما أدري ما تعجبني نهائيا. لازم يعني تنشال. أكيد الكل يشيلها، بس أكو ناس أعتقد ما تشيلها. زين حبايبي، فلازم تنشال نصيحة. وعاد جبت صينية الفرن وخليت ورق زبدة أكيد، خليت السمك عليها. طبعا ما شاء الله اللهم صل على النبي، السمك يعني حجمه كل زين، يعني الصينية مالتي كبيرة بس يعني قوة كفتي بيه الصراحة، بس الحمد لله. وهنا حطيت الملح وسميت باسم والدة زوجي مثل ما قلت لكم، وعلى روح الأموات أجمع. وبين ما أخلي الملح أريد أقول لكم إنه الكل يعرف أكيد، بس اللي ما يعرف همين أجر إلي وإلكم. هسه إحنا بالعشرة الأواخر من شهر رمضان، يعني سبحان الله رمضان مر هيجي، يعني أسرع رمضان حسيته والله. ما أعرف، يمكن لأن ما مثلا جا شوي بالشتاء وما حسينا بجوع وعطش ولا شي، ما أدري، بس حيل مر بسرعة. وما شاء الله احنا بالعشر الأواخر على السريع، فاغتنموا هاي الفرصة. والعشر الأواخر كلها خير وبركة، تنسون القرآن نزل بيها، وليلة القدر إن شاء الله يا رب تكون بيها أيضا، فاغتنموها وسبحوا واقروا قيموا الليل بالقرآن. عندي بعض الأذكار أو شيء اللي هي تنقري بالعشر الأواخر. حبيت إنه أقول لكم بيها. اللي ما يعرفها طبعا، أنا والله الصراحة ذاك يوم شفت الفيديو وحبيت أقول لكم هم بيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة تقولوها. وطبعا الصلاة على الحبيب المصطفى أيضا 100 مرة. وتصلون قيام الليل أيضا. وقرآن تقرون، قرأت أنه تقرون آخر آيتين من سورة البقرة كل يوم. وبعد تعرفون هواي اكو اعمال محببة، بس اني عرفتن فحبيت ايضا اقول لكم بيها، لان اجر قلت لكم الي والكم يا ربي. طبعا حبايبي ورا ما شفتوا خليت السمك بالفرن. اتوجهت وين للتمن. قلت خل اغسله واحضره انقع طبعا، بين ما يجون اهلي. هم اصلا كانوا بالطريق الصراحة، وجيت حتى بعدني لا مبدله لا شي. ركض على مود ما اتاخر، بس مع انه كان اكو وقت. هنا اجا هنا بهالوقت يعني انا غسلت السمك عفوا يا سمك، غسلت التمن وخلصته، وغسلته يعني بعد همين كم مرة ونقعته. هنا جتي اختي الكبيرة واطفالها، طبعا استلمت التمر. طبعا ها التمر بالدهن الحر. لا شايفك ساكم، تمر بالدهن الحر، تمر بالدهن الحر، والله كلش طيب الدهن الحر. طبعا هنا قاعدين خواتي جني الباقيات، وقاعدين هنا دا يسوون بكرات التمر بالسمسم، بين ما اني اكمل باقي الامور. هنا حطيت الشعرية على النار، حطيت اكيد حمستها، وحطيت مي وذكرت انه اني مسوية سوب مال لحم، قلت خل احط وياها لين تصير يعني طعم بها كلش طيب. زين حبايبي، بين ما خليتها مي وخليتها على النار، هنا السمك استوى. هنا كل شي ما حاطت له بس الملح. هنا سويت هاي الصوص اللي هي قلت لكم عليها، تتذكرون ان احنا نحبها، اللي حماتي هي سوتها وكلش عجبتنا، ومنها احنا نسويها الصراحة كلش طيبة، اللي هي ثوم وش اسمه، ثوم وليمون ومعجون وملح، كلش بسيطة. هنا زوجي طبعا ما يحب هاي الصوص لان بيها ثوم، فسوى لنفسه يعني شي، سوى ذيك السمكة غير شي، يعني ليمون ودبس رمان وما اعرف بعد شو حط وياه. بين ما قلت لكم اني سويت السمكة، لقيت شو اسمها الشعرية ناشفة وناشفة المي مالتها طبعا،
فاضطريت احط البهار مال البرياني عليها وهي هيك ناشفة. بس الحمد لله صلحت الموقف وحطيت عليها البهار وصارت فلة. طبعا هنا خواتي خطية طبعا قاعدة تتقلي اللوز والكشمش والجزر طبعا، والله خطية قد ساعدني الحمد لله، والله الله ينطيهن. زين ما عفني ابد والله. وهنا اختي طبعا استلمت المواعين حرفيا، شكو ماعون حرفيا يعني من جت لحد ما راحت خطية ولا ماعون غسلت، كلها هي غسلت خطية. تعرفون من نطبخ وهاي ندب مواعين ندب مواعين وهي خطية، والله كلهن غسلتهن. حتى قلت لها كافية هالقد تغسلي مواعين؟ زين قالت لي لا خلينا نغسلها حتى ما يعني يبقى مواعين ورانا او فد شي، اول باول. لان احنا قلت لكم احنا نحب انه المواعين اول باول نغسل حتى ما تصير هوسة علينا. وهنا حبايبي ما بقى شي وبلشت بالتمن. طبعا قلت بس لا التمن يعجل، تعرفون كمية كانت كبيرة ما تسمن فخفت. طبعا هنا انا رحت هناك قعدت يم اهلي بما سويت هذا الشكل انه الفجل يصير على شكل فطور ما اعرف ايش. قعدت هناك يمهم سويت هناك كل شي ما عندنا التمن بلش يستوي، والحشوة شوفوها ما شاء الله تخبل ونثرية يعني باعوا، يعني لا عجنت ولا شي وصارت تمام التمام. التشريب جاهز، الشوربة جاهزة، والسمك اللهم صل على النبي ايضا جاهز ويخبل. هنا اختي عاد بلشت شنو تصب اللبن، حطت اللبن بالدولكة والدولكة ايضا الثانية حتى بعد ما عندنا شي نكمل وبس وكل شي يكون جاهز. هنا الخضرة جاهزة والزلاطة اوريدي جاهزة. هي هنا بلش نحضر بالزلاطات والخضرة والطرشي. طبعا الطرش الاحمر هذا هم رجعت سويت يعني زوجي كل ما يخلص يقول يجيب لي ويقول يسوي لي. وحضرنا كل شيء هنا وحطينا بالمواعين. تعرفون انه يعني زلاطات وهاي الاشياء اول شيء ينحطن. وما اقول لكم بهاي اللحظه ما حد قاعد شوف حرفيا، لان تعرفون مني اذن خلاص لازم الكل يقوم ونبلش حتى نصب. وحبايبي مثل ما شفتوا اللهم صل على النبي السفرة صارت خير من الله وتخبل، والله يطعم ان شاء الله الجميع وبالعافية للأكل يا ربي. طبعا هنا الحمد لله شكرا ما أكلنا وخلصنا. أختي خطية غسلت المواعين كليتن صفتن ما بقت شي، وأختي الثانية خطية مسحت لي الطباخ. والله قلت لها عوفي بس ما قبلت، قالت لا خلينا نمسح حتى نقعد بعد ما عندنا شي. طبعا هنا حبايبي انا سويت بلشت اصب الشاي، لان ما اقول لكم شاي تعرفون اذا اكو رياجيل يعني لازم شاي مباشرة ورا الاكل، واذا ماكو يظلون شاي ما شاي. صبيت الشاي وقدمته لهم. وهنا زوجي طبعا فاجأني بعيد ميلادي انا وابني.
طبعا مثل ما شفتوا راح احتفلوا بعيد ميلادي، وهنا بدي نقص الكيكة أنا وابني لأن يوسف يوسف تدرون بعد. طبعا عيد ميلاد نحنا فايت على فكرة، بس زوجي ما نسى وحب يفاجئنا بيه، طبعا أشكره من كل قلبي. زين حبايبي، وهنا هاي طبقات البسكت بالكيكة، وطبعا والله خالي أكلها قال لي تخبل أطيب حتى من الكيكة، وكلهم أكلوها قالوا لي تخبل، حتى خالي راد المقادير من عندي، تخيلوا. زين، وطبعا زوجي ما نسى يجيب لي هدية، طبعا جاب لي بوكيه ورد يدري بيه يموت على الورد. زين حبايبي، ولهنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم ومع السلامة.